السلام عليكم حبايب. اليوم عندنا بوبيت دجاج. اكو بوبيت دجاج، اكو بوبيت لحم. هذا بوبيت لحم راح نسويها بطريقه عشاء، مو اكو بوبيت طريقه شرقي يتحشى تمن نص طبخ ويا البهار والكاري والكركم والكمون والكزبره، ونص استوى يتحشى وياه وينخلط ويا اللحم ومكسرات، وبعدين ياخذ الصلصه من الفرن اللي هي مي ومعجون وشويه خضار ويتحمر الوجه مالت هذا يكون شرقي. هسه هذا لا، راح يكون معي عشاء يعني على ستايل الغربي خلينا نقول. ف راح تشوفون هسه عندنا صدر دجاج واكو حشوات ثانيه غير هاي، بس هسه هاي حشوه تاخذون فكره بس عن الموضوع. هذا لحم ينحمس، لحم احمر ينحمس وياه بصل شويه ويتبل، فلفل اسود شويه، جوزة وهو زنجبيل، كزبره، ملح، واخر شيء يتحمر وياه ثوم شويه ينحمس، وضفت له صنوبر. راح تكون حشوه هنا جزر مسلوق، فطر، معدنوس، قطع ناعم. هنا البهار اللي راح اتبل بيه، البهار بابريكا، زنجبيل، شويه ثوم، فلفل ابيض، كزبره، ملح، وليمون فريش. هسه راح تشوفون الطريقه اللي راح نشتغل بيها البوبيت. هسه نجي هاي الفكره مالته والخبيز، هاي قطعه الصدر راح تشوفوها ثخينه. ايش نسوي؟ بالسكينه نشرحها بس نخليها متصله، نخليها قطعه واحده. صارت عندنا هسه هاي، بعدين نرجعها وياها. هسه ندير فيها الطريقه مالتي قدامكم وسهل، بس اهم شيء تركزون بالفيديو وتابعوني، ولما تشتغلون خلوا الفيديو قدامكم ستيب باي ستيب، راح تشوفون انه سهل وما يردش. هذا الصدر راح ادقه، واكو طريقتين بالمناسبة. هسه اكمل اشرحها لكم طريقتين، طريقة الطبخ مالته. شوفوا صارت عندنا هنا، صارت انشقت مثلا، او هنا شو نسوي؟ نهرسها نرجع نلفها على الدجاج نفسه. بعدين فتحتكم بهاي الطريقة. هسه تسوون هاي الوسطى مالتي، او صار عليه هو هاي من هاي، يعني بعدين راح يلف سيليفون فما راح يطلع منه اي شيء يعني، عادي يعني. حتى لو فتحت شيء قليل راح تكون مسألة جدا طبيعية. نفسها هسه كأنه ما صار شيء، مع العلم هي ما تأثر، يعني هسه ما راح تشوفون طريقة اللف ولا راح تأثر ولا أبد. فلفل أبيض، زنجبيل، بابريكا، وكل نوع ياخذ بهارات معينة. هسه عصرة ثوم، العفو عصرة ليمون
هذا. بس مثل ما قلت لكم اكو حشوه ثانيه تحشي لحمه مدخن وجبن. هسه هذا من راح اسويه راح اخليه للصوص. هسه شوفوا الحشوه، ركزوا وياي على الحشوه. هاي الحشوه راح تكون هيك خلينا نقول. هسه هاي الطريقة صارتكم هسه هيجي تجيبون هاي هنا هيج وهاي هيج واللف مالته خطوة خطوة راح يكون هيج. ركزوا هذا اللف. هسه هذا الفوفة. الطريقة اللي تسووها حتى شنو ما يفتح عندكم اكو هاي الحافة منها تخيط توث بيكس من هنا وتنشد تربط خيط. هاي اذا تريدون تسووه بصلصة وبالفرن، بس الطريقة الأضمن لكم كانوا بالبيت تسووه وعلى مود هاي الطريقة لين تسووه بالبيت راح تكون هاي الطريقة أفضل. هذا السيليكون خلوه هنايا. واحدة واحدة هيجي هيج تلفون هيج كل لفة ويا هيج هيج من هنا ومن هنا. هسه سووا هيج تسوون السيليكون حتى شنو هو ما راح يطب له لا مي ولا اي شيء ولا ابد. هاي هيجي وهاي. هسه هذا بوبيت كامل عندنا صار. شنو هو بس ياخذ بعد طاوة عميقة كأنه ما تسلقوه ما ياخذ نص ساعة. نص ساعة راح يستوي بمي الفور. بعدين تطلعوه تقطعوه وتخلوه للصوص. خلينا نقول ابسط شيء صوص الفطر اللي هو فطر ينضرب بالخلاط كلش قوي. وبعدين كريمة بياضة تسووها وشوية صويا صوص، او اذا تريدون مباشر شوية زبد تحسون بالطحين. بعدين ربع استكان صويا صوص بس الصويا صوص يكون مالح فحسبوا الملوحة مالته. اذا تبون ماجي وزبد شوية بصل وسووا نفس طريقة الكريمة، او تردون كريمة الدجاج نفسها تخلون عليها صويا صوص او ورشستر صوص او تخلوه عليه على الوجه مالته لما تصبوه. بس هذا هيك ينسلق. من ينسلق تقدرون تفتحوه وتحمروه بالفرن وبعدين تقطعوه. وتقدرون ورا السليق مالته بس شنو بمي فاير تخلوه كانما يعني دجاج تشرب دجاج بس شنو المي فور وتغطوه. واذا تخلون بالمي بصل وهيل شويه ورغار شويه يكون افضل. بس من تطلعوه تقطعوه. هسه راح اسوي هذا مرة راح قبل اخلي عليه الصلصه زين وراح تشوفوه وان شاء الله سهل لكم. ومثل ما قلت لكم اكو بوبيت ثاني ينحشي لحم مدخن وجبن بس، واكو بوبيت ينحشي شرقي اللي هو تمن ومكسرات ولحم، واكو بوبيت ينحشي بس خضار. يعني انواع هوايه. بس هاي حتكون عندكم فكره والحشوه براحتكم انتم اللي تسووها. وان شاء الله يعجبكم والف عافيه حبايب.